انا عملت الفريسكا على شكل تارت ومتغرقه باللوتس، بس ايه حدوته. في بوله عندي كيس كريم شانتيه واربع معالق كريمه وفنجان لبن، ونضرب ضربه حلوه كده في الاول عشان ما نتبهدلش. بعد كده تضرب ضرب مستمر حوالي 5 دقايق، وفي النص كده تبدا تحط معلقه لبن مكثف وكمل ضرب لحد ما توصل معاك بالحلاوه دي. عندي 3 معالق من اللوتس نبدا نحطهم وميكس رايق كده. اظن لحد دلوقتي الدنيا سهله وبسيطه. عندي فريسكا الواحده اصلا طبقتين ما بينهم كده شويه عسل خفاف كده. نبدا بقى نجيب معلقه ونبدا نحط الكريمه ونفردها باي حاجه، واحده كريمه واحده فريسكا، واحده كريمه واحده فريسكا، وهكذا لحد ما تخلص الكميه كلها. ولو عندك شويه كريمه بقى الاخر دول تبدا تحطهم على الوش. وهات اي بسكوت عندك، لو عندك لوتس مجروش ابدا حطه على الوش وغرقها بالصوص اللي تحبه. لو مش لوتس ممكن تحط كراميل، لو ما بتحبش الكراميل ممكن تحط بيستاشيو. كده كده اكلتك ودلعها، المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا ومحدش له حاجه عندنا. الحاجه اللي تحبها هي اللي تعملها. انا شايف ان هي حلقه بسيطه وسهله وسريعه، واي حد ممكن يقوم يعملها في البيت حتى لو مش بيعرفوا يعملوا اكل. اعملوا سيف للحلقه دي عشان لو محتاجين اكله سهله وسريعه هتلاقوها. اشوفكم في حلقه جديده، سلام.